تعال أقول لكم أصل كلمة إحنا دافنينه سوا. الكلمة دي ليها قصة كبيرة في التراث، وهي إن كان في اتنين صحاب، واحد اسمه نائل اللئيم والتاني اسمه عطية أبو المفاهيم. كانوا بيبيعوا زيت على عربية كارو، وفي يوم من الأيام الحمار مات. عطية أبو المفاهيم سأل صاحبه نائل اللئيم، قال له إحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ نائل فكر كتير ورد عليه وقال له أنا عندي فكرة جهنمية، لو عملناها صح هيبقى عندنا فلوس كتير. إحنا هندفن الحمار ونبني فوق القبر بتاعه مقام وضريح كبير، ونقول إن هو الوالي من أولياء الله الصالحين. وبالفعل نفذوا الفكرة، الناس بدأت تيجي الضريح وتدعي باللي هي عايزاه. والغريب في الأمر إن في دعوات وأمنيات كتير بدأت تتحقق للناس، ومن هنا انتشرت روايات وقصص كتير عن كرامات الوالي ده. وفي يوم من الأيام عطية أبو المفاهيم سرق صندوق المقام اللي فيه فلوس كتير. نائل عرف، زعل منه زعل شديد ولامه وقال له أنت إزاي تسرق صندوق المقام؟ أنت ما تعرفش أنت ممكن يحصل لك إيه؟ ده أنا هدعي عليك وأخلي صاحب المقام يأذيك أذى كبير. عطية أبو المفاهيم رد عليه بسخرية وقال له صاحب المقام حمار وإحنا دافنينه سوا. ومن هنا جه المثل اللي بيقول إحنا دافنينه سوا.